بعد موت زوجها بتخاف على أولادها من الفقر وبتلجأ للسحر لحتى تزيد زباين مطعمها. بس نهاية السحر دائما معروفة وعواقبها وخيمة وممكن تؤدي بالموت لصاحبها. ما رح طول عليكم، خلونا نبلش. ببداية الفيلم منشوف شامان اسمه أمبار بيقوم بطقوس على مرة اسمها سيكار وبيطلب من أجدادها يحققوا لها أمنية. بالمقابل سيكار بتتعهد بالولاء لأجدادها. أمبار بيحذرها إنه هي الوحيدة أو شخص أقوى منها بيقدر يلغي هالطقوس، وإذا خالفت وعدها رح تواجه العواقب. بعد سنوات طويلة سيكار بتعيش مع أولادها الثلاثة، راتنا، دودي وداني. وبعد ما راتنا ودودي بيروحوا على المدرسة بتخانق داني على تصرفاته المتهورة وبتقله إنها تعبت واشتغلت كتير مشان أولادها ينجحوا وما ينتهي فيهم الحال مثلها أو مثل أبوهن الله يرحمه، وبتقله إنه بدها إياه يروح على الجامعة هالسنة ويتحمل مسؤولية إخواته. داني بيقلها إنها ما عم تفهمه أبداً وبيعترف إنه بيعرف إنه ماله الابن المثالي بالنسبة لإلها، بس عنده أهداف وهو عم يتعلم تصليح محركات الدراجات النارية. بس كل مرة بيحاول يحكي لها ما بتفهم شو بده. سيكار بترد عليه إنه ما فيها تضل عم تصرف عليه لأنه ما عم يزبط معه شي، وبتتهمه إنه كل يلي بده إياه يفتح محل بس لحتى هو ورفقاته يسهروا كل ليلة ويعملوا مشاكل. داني بيصر إنه ما بده يروح على الجامعة وبيقلها إنه الشهادة ما بتضمن النجاح، بس هي بتقله إنه من اليوم وطالع لازم يدبر حاله بعيد عنها. ولما بيسألها شو قصدها بتقله إنه ما بدها إياه يضل بالبيت لأنه ما بدها يكون قدوة سيئة لأخواته. وقبل ما يطلع داني بيقلها إنه رح يثبت لها إنه رح ينجح بدون مساعدتها ورح يتذكر كل كلمة قالتها. بعد سنة لما سيكار بتكون بمطعمها منشوفها حاطة قرابين وغالباً لأجدادها. بهذا الوقت رئيس داني بالعمل منجديات بيشكره بيقله إنه من يوم ما بلش يشتغل عنده صار عندهم زباين أكتر بسبب مجهوده. ولما داني بيشوف راتبه الشهري بيسأل مو كتير هاد، لكن دايات بيقله إنه بيستحقه. بهي الليلة دودي بيقول لراتنا إنه عطشان وبده مي، بس بتقله ينزل لحاله لأنها مشغولة. فدودي بيخاف وبينزل وبيشوف ظل مرة عم تتحرك بالبيت وفجأة بتظهر وراه، فبيركض بسرعة على غرفته وبيقول لراتنا إنه خايف، فبتوافق تنزل تجيب له المي. تاني يوم سيكار بتشوف واحد عم ينزل راتنا من السيارة، ولما بتوصل للمطعم بتسألها عنه، فراتنا بتوضح إنه مو معنى إنه ما عم تحكي معها إنها ما لازم تختلط بالناس لأنها بتقلق عليها، خاصة إنه الشاب أكبر منها. فسيكار بتذكرها إنه أخوها ضاع عن طريق الصح وما بدها يصير معها نفس الشي. فراتنا بتقلها إنها بتعرف تدبر حالها وبتعطيها رسالة من المدرسة. سيكار بتكتشف إنها فاتورة متأخرة لرسوم راتنا المدرسية. بعد ما راتنا بتروح سيكار بتكون محبطة لأنه ما عم يجي زباين على المطعم. ولما رجال اسمه كانك بيمر جنب المطعم بيلاحظ إنه فاضي ومسكر، وروديا بتسرع لعنده وبتاخده لجوا. ولما بتكون عم تحضر له الأكل بيقول إنه المطعم شكله كئيب ووسخ من برا وكأنه في شي غلط، بس روديا بتقوله إنه الموضوع براسه بس. بعد فترة كانك بيرجع وبيقول لروديا إنه الأكل معفن وريحته سيئة. سيكار بتفحص الأكل وبتسأل كانك إذا بده يستبدل الوجبة أو بيفضل إنه يسترجع مصاريه، فكانك بيطلب إنه يسترجع المصاري. وبعد ما يغادر سيكار بتراجع الأكل وبتقول لروديا إنه كله خربان، بس بينصدموا لأنه الأكل لسه طازة وسخن. سيكار بتاخد روديا معها على بيت أمبار، بس لما بيوصلوا بيكتشفوا إنها ماتت حوالي الساعة 4 بعد الظهر. قبل وفاتها كان مسموع صوتها وهي عم تصرخ بجنون وكانت عم تخدش وشها. سيكار بتدخل لتشوفها وفجأة بيطلع قطن من أنفها، فبترتعب وبتحاول ترجع القطن لمكانه، بس فجأة عيون أمبار بتفتح. سيكار بتحاول تنادي للشيوخ بس ما حدا بيرد، ولما بتحاول تسكر عيون أمبار فجأة بتقوم للحياة. فسيكار بتركض برات البيت وروديا بتساعدها إنه تهدى وبتغسل وشها. بعدها منشوف دودي وهو عم يحضر فيلم رعب بالبيت، وفجأة بيسمع حدا عم يدق الباب فبيخاف، بس وهو عم يتحرك بيتفركش بلعبة وبيوقع على الأرض. ولما بيرجع بيطلع على الباب بيشوف كيان شيطاني داخل البيت، بس لما بيركز بيكتشف إن أمه يلي مشيت مباشرة على غرفتها بدون ما تحكي معه. دودي بيلاقي هالشي غريب وبقرر يتأكد منها، ولما بيفتح باب غرفتها بيلاقيها قاعدة على التخت. بينما عم يطلع حوالين الغرفة فجأة سيكار بتطلب منه يسكر الباب، فدودي بسرعة بيرجع على غرفته وبيحكي لراتنا إنه أمه رجعت بس عم تتصرف بطريقة غريبة، وبيقلها إنه بالعادة بتناديه لجوا وبتبوس جبينه، بس هالمرة ما عملت شي. وفجأة بيندق على الباب مرة تانية وبيخلي دودي يخاف، فراتنا بتسخر منه وبتقله إنه لازم يبطل يحضر أفلام رعب. بس لما بتفتح الباب بتلاقي سيكار وروديا واقفين هنيك، فسيكار بتدخل وبتبوس دودي على جبينه قبل ما تروح على غرفتها. بعدها منشوف سيكار جسمها بلش يتيبس، بس فجأة بتفيق من النوم وبلحظتها بتبلش غنية بالإذاعة وبتخليها تتوتر. بتتحرك عند الراديو لتطفيه، بس أول ما بتلمسه أضوية الغرفة بتطفي. بعدها باب الخزانة بينفتح
وكيان شيطاني بيطلع منه، وقبل ما تستوعب شي جسمه ببلش يرتفع بالهواء، وقوة غير مرئية بتبلش تخنقها وبترميها على السقف. بس فجأة بتفيق من النوم مرة تانية. تاني يوم سيكار بتروح لمدرسة راتنا وبتطلب مهلة لدفع القسط المدرسي، بس الموظفة بتقلها إنه الأقساط مدفوعة بالكامل من يوم أمس. سيكار بتتصل بداني وبتسأله إذا هو دفع رسوم راتنا. داني بيرد إنه هو دفعها وبيقلها إنه صار عنده شغل. سيكار بتقله إنه بتتمنى إنه يكون شغل شريف وبتفصل المكالمة. سيكار بتشوف مطعمها مليان زباين، بس فجأة مرة بتقرب منها وبتسألها ليش كان المطعم مسكر، فسيكار بتقلها إنه مفتوح، بس المرة بتوضح إنها حاولت تشتري أكل امبارح وكان مسكر. سيكار بتركض على المطعم وبتنصدم لما بتشوف إنه من برا شكله وسخ وريحته كريهة. بتفوت لجوا وبتنصدم لما بتشوف إنه كل الزباين عبارة عن أشباح مرعبة. وفجأة روديا بتقاطعها وبتقلها إنه المطعم مليان اليوم، بس بلحظة سيكار بتشوف إنه المطعم فاضي. روديا بتقرب منها وهي ماسكة ورق مجفف وبتقلها إنه اليوم كسبوا مصاري كتير. بعد سيكار وروديا بيروحوا عند شامان، وسيكار بتشرح إنه عملها كان بطيء خلال 3 شهور الأخيرة وصارت تلاحظ أشياء غريبة. الشامان بيعمل طقس وبيطلب المساعدة من الأجداد، وفجأة سيكار بتفقد وعيها والشامان بيسأل مين الكيان يلي فيها. سيكار بتصحى وهي مسكونة وبتكشف عن نفسها على أنها نياي وينكي، وبتحذر الشامان إنه يبتعد عن الموضوع إذا ما بده يموت. وفجأة الكيان بيصرخ وبوقع الشامان لورا. لما بيحاول يطرد الكيان سيكار بترجع بتفقد وعيها، وبعد ما تصحى الشامان بيخبرها إنها عملت اتفاق مع جن شرير اسمه نياي وينكي، وبوضح إنه إذا فشلت بتقديم القرابين المطلوبة مثل ما صار بعد اختفاء الشخص المسؤول عن القرابين، الجن رح يدمرها ويدمر عيلتها. سيكار بتسأل شو لازم تعمل، والشامان بينصحها إنها تطرد الجن من جسمها فوراً قبل فوات الأوان، وإنها لازم تدور على الشخص يلي حط الجن فيها، أو شخص قريب منه، أو شخص عنده قوة أكبر منه. بعدها بيروحوا على بيت أمبار، وهنيك سيكار بتشوف مرة عند الشباك، بس لما بتخبر روديا ما بتشوف حدا. سيكار بتدخل تستكشف، وهنيك بتواجه الجن وبتصرخ. بهذا الوقت برام بياخد راتنا على غرفته وبيحاول يجبرها على شي، بس راتنا بتوقفه وبتضربه وبتطلع من الغرفة. بهديك الليلة روديا بترجع سيكار على البيت، ودودي بيخاف لما بيشوف حالة أمه، ولما بتكون داخلة على البيت دودي بيلاحظ إنه في جن وراها، وفجأة بيسمعوا صوت مي من الحمام، ولما بيروحوا ليتأكدوا بيلاقوا سيكار عم تكب المي على حالها وبتقول إنها عم تحترق. فراتنا بتوقفها وبتسألها شبه، ولما بتتفحصها بتكتشف جروح غريبة على وشها وإيديها، وبتطلب من دودي يجيب منشفة، بس وهو رايح بيلاحظ إنه في حدا عم يشد عكس الاتجاه، ولما بيستوعب إنه الجن بيرتعب كتير. بعدها راتنا بتحاول تطعمي أمها، بس بعد أول لقمة بتبلش تتقيأ سائل أسود. راتنا بتطلب من دودي يروح لفوق ليجيب الموبايل، وهو بيرفض لأنه خايف. فراتنا بتقرر تروح لحالها ودودي بيلحقها. اتصل بداني بس موبايله صامت لأنه كان عم يصلي. بهالوقت دودي ببلش يتشنج، وراتنا بتحاول تطمن عليه، بس فجأة الكهرباء بتطفي وبيظهر الجن بالظل، وفجأة موبايل راتنا بيرن وهو داني يلي بيسألها ليش عم تبكي. فراتنا بتحكي له شو يلي صار، وداني بيطلب منها تهدى وبيقلها تروح لعند روديا وإنه جاي على الطريق. بعد فترة داني بيوصل على البيت، وبنفس الوقت راتنا بتوصل مع روديا، بس لما بيفوتوا بيلاقوا إنه سيكار ودودي مانهم بالغرفة، فبيبلشوا يدوروا عليهم وبيسمعوا صوت سيكار عم تضحك بالحمام، ولما بيروحوا بيشوفوا بيلاقوا سيكار عم تحمم دودي. سيكار بتطلع فيهم وبتقول إنه جسم دودي سخن ولازم يتحمم، بس بسرعة بيقربوا منها وبيوقفوها عن هالشي. تاني يوم داني بيوعد إخواته إنه ما رح يتركن لحالهم مرة تانية. بعدها بيطلب من راتنا تهتم بأمهم وهو رح يجيب أكل، وبعد ما يطلع راتنا بتستلم رسالة من برام بيقول فيها إنه الناطرة برا، وبتروح لتقابله وبرام بيسألها ليش عم تتجاهله. راتنا بتقله إنها سامحته بس ما عاد بدها تشوفه وبتطلب منه يروح. برام بيهددها إنه رح يورجي صورهم لأمها، ولما بتطلب منه يمسحهم بيحاول يجبرها على شي، بس داني بيوصل بالوقت المناسب وبيضربه. برام بيترجاه يوقف وبيقول إنه حبيب راتنا، بس داني بيقله إنه ما بده أخته تكون مع واحد مثله، وراتنا بتأكد إنه علاقتهم انتهت. بعد سيكار بتحكي لأولادها إنه بعد وفاة أبوهم وعدت نفسها إنها تعتني فيهم، وبتوضح إنها لجأت لشامان ليساعدها تخلي المطعم مليان زباين حتى تقدر تأمن لهم حياة كريمة، وبتقول إنه أمنيتها الوحيدة إنهم يكونوا ناجحين وما ينتهوا مثلها. فجأة دودي بيلاحظ باب الغرفة عم ينفتح والجن عم يدخل، فبيقول لداني وراتنا إنه في حدا، ولما داني بيروح بيشوف الباب بيتسكر عليه وبيعلق برا. جوا الغرفة الجن بيسكن سيكار وبتقوم من تحت التخت بسرعة. بعدها سيكار بتبلش تغرب الغرفة وبتصير تصرخ وتقول إنه جسمها عم بيحترق، وبتضرب راسها بإزاز الشباك. داني بيكسر الباب وبيركض لعندها، بس بتكون أصلاً جرحت حالها بالإزاز. داني بسرعة بيحاول يخرج دانيا ودودي، بس خلال هاي الفوضى سيكار بتجرح راتنا، وبالرغم من الخطر داني بيقدر يقفل عليها الغرفة ليحمي الجميع. تاني يوم الأولاد بيبلشوا بقراءة الأدعية
بس فجأة سيكار بترجع بتسكن الجن وبتطلب منهم يطعموها لأنها ما أكلت من امبارح. بس لما بيقربوا منها بتبلش تصرخ بشكل هستيري وبيضطروا يقيدوها بالحبال حتى يسيطروا عليها. بالليل داني بينظم جلسة دعاء بالبيت ورئيسه دايات بيحضر معه، وخلال الأدعية داني بيلاحظ إنه أمه عم تتغير وفجأة بتبلش تصرخ. بس رغم هي الفوضى الإمام بيطلب من الجميع إنه يضلوا هادين ويتابعوا الدعاء. سيكار بتقعد على التخت وبتصرخ إنه صلواتهم بلا فائدة وإنها مضيعة على الوقت. داني بيطلب من راتنا تاخد دودي وأني للغرفة الثانية، وبعد ما يغادروا الإمام بيواجه الجن، بس الجن بيرفعوا بالهواء وبيزتوا على الحيط وبيتسبب له بإصابة قاتلة. الكل بينصدم وبياخدوا الإمام بسرعة ليحاولوا ينقذوه. بعدها داني بيتلقى اتصال من روديا يلي بتقله إنها لقت شخص ممكن يساعد سيكار اسمه باكجا، وبتقله إنه ممكن يزوروه بكرة وهي رح تمر لعنده الصبح. بس لما روديا بتكون ماشية على الطريق بتتفاجأ بوجود الجن قدامها، وفجأة الجن بيتحرك لعندها، بتركض على البيت وبتقفل الباب بس الجن بيدخلوا بهاجمها. الصبح لما روديا ما بترد على المكالمة، داني بيروح على بيتها مع دايات وبيكتشفوا إنها ماتت، وإينا بتقولن إنه زارتها الصبح مثل العادة ولقت شي بجيبها. بيلاقوا إنه عنوان باكجا، ودايات بيقول إنه بيعرف المكان، فبيقرروا ياخدوا سيكار لعند باكجا. وبما إنه الوقت صار متأخر، دايات بيقترح يتوقفوا للصلاة. وأثناء الصلاة دودي بيشوف الجن جالس قدام أمه بس بيكون خايف يخبر حدا. وبعد ما يخلصوا راتنا بتلاحظ إنه سيكار مو موجودة، وداني بيطلب من راتنا تضل مع دودي وبتقترح عليهم إنه يدوروا عليها. بعد فترة أنجا ونيزام بيلاقوا سيكار بس بتلتفت لعندهم فجأة وبتنقض على أنجا وبتدفج نيزام لبعيد. بعدها بتندار للنيزام وبتغرز العصاية بعينه، ولما داني ودايات بيسمعوا صراخهم بيركضوا بسرعة بس بيلاقوا إنه أنجا ميت. داني بعدها بيلاحظ جثة نيزام، ولما بيقرب ليتأكد سيكار بتهاجم دايات. بعد لحظات داني بيدرك إنه دايات اختفى، ولما بيدور عليه بيلاقي إنه سيكار قتلته وبيموت دايات قدامه. بهذا الوقت سيكار بتلحق راتنا ودودي يلي بيحاولوا يهربوا، بس فجأة دودي بيوقع وسيكار بتبلش تسحبه لبعيد. بلحظة داني بيوصل وبيقدر ينقذ دودي. داني بيحاول يفلت منه وفجأة باكجا بيوصل وبيضربه ضربة قوية لسيكار وبتوقع على الأرض. فباكجا بياخدهم لعنده وبيشرح لهم إنه رغم إنه الجسم هو جسم أمهم، بس الروح يلي جواتهم ما عادت روحها، وبيعطيهم مي وبيطلب منهم يمسحوا وجوههم فيها ويقروا أدعية لحتى يقدروا يشوفوا مين جوات جسد أمهم. ولما بينفذوا كلامه بينصدموا لما بيشوفوا الجن. باكجا بيقلن إنه لازم يطردوا الجن ويشيلوا التعويذة من جسم أمهم، وبيكلف داني بمهمة إنه يجيب جوزة هند خضرة من شجرة فيها ثمرة واحدة بس، ويجمع تراب من قبر الشامان يلي ساعد بوضع التعويذة بجسم أمهم. وبينبهوا إنه لازم يعمل هالشي الليلة. قبل ما يطلع داني، باكجا بيعطيه قنينة مي وبيقول له إذا أي شي حاول يوقفك رشه بهاي المي. داني بيوصل على المقبرة وبيلاقي قبر أمبار، بس لما بيبلش يجمع التراب بيسمع صوت بيقول له لا تاخد التراب من هالقبر أو رح تتأذى. داني بيواجه صعوبة بجمع التراب، بس فجأة بيشوف ديدان كتير فيه وبيشعر بالخوف، وفجأة بيلاحظ إنه محاط بمجموعة من البوغونغ، أشباح ملفوفة بأكفان الدفن. بسرعة بيتذكر القنينة وبيبلش يرش المي على القبر، وأول ما بيحط المي كل الأشباح بتختفي. داني بيتردد وين ممكن يلاقي جوزة الهند، بس فجأة بيحس بوجود قدامه وبيشوف روح أمه، وداني بيلحقه وبتدله على شجرة فيها جوزة هند وحدة. بهذا الوقت سيكار بتتعرض للمس جديد وبتوقف فجأة، وباكجا بيطلب من الولاد يبعدوا. سيكار بتلتفت عليه وبتحذره إنه يبعد عن الموضوع وبتتحرك لعنده بشكل مخيف، بس باكجا بيرد عليها بضربة قوية. سيكار ما بتستسلم وبتتحرك بشكل غريب لعنده مرة تانية. باكجا بيحاول يهاجمها بس بتصده بسرعة وبتزته لبعيد، وبيبلش صراع شديد بيناتهم وكل واحد فيهم بيتلقى ضربات قوية. المعركة بتشتد وكل حركة بتكون أشرس من يلي قبلها لحد ما باكجا بيقدر يدفشها بقوة. باكجا بيقرب ليتأكد منها بس فجأة بتصحى وبتغدر فيه وبتطعنه بخنجر. بعدها سيكار وهي لسه ماسكة الخنجر بتروح لعند راتنا ودودي، بس دودي بيتوسلها وبيقلها إنهم بيحبوها وبيسألها أنت ما بتحبينا؟ كلامه بيهزها للحظة وسيكار بتوقف وبتقعد وهي هادية للحظة، بس الجن بيرجع بيسيطر عليها وبتحاول تهاجمهم، بس داني بيتدخل وبيوقفها. باكجا بيستغل الفرصة وبيرش عليها مية جوز الهند لحتى يستعيد سيطرتها. بعدها بيطلب من الأولاد يغسلوا أمهم بمية جوز الهند ويرشوا عليها التراب يلي جمعوه من القبر مع قراءة الأدعية. سيكار بتبلش تستعيد وعيها، وأول ما بتصحى بالكامل بيطلبوا منها تشرب المي. سيكار بتعتذر لداني وبتعترف إنها كانت غلطانة لما فرضت عليه يعيش مثل ما بدها، وبتطلب منه يهتم بأخواته. داني بيوعدها إنه ما رح يترك البيت مرة تانية، بس سيكار بتلطف الجو وبتقله يعيش حياته مثل ما بده، وبتقرأ دعاء الأخير وبتسلم الروح بسلام. بعد عدة شهور منشوف داني وراتنا عم يديروا المطعم تبع أمهم، بس فجأة بيظهر إنه الجن
انتقل لراتنا وبينتهي الفيلم.